سعال رهيب في الساعات الأخيرة بعد إعلان الهدنة، ارتقاء مئات الشهداء من لبنان بعد انهيار ترامب اللي كان بيهدد بتدمير حضارة إيران تماما وتحويلها للعصر الحجري. أصبح هناك هدنة. تطورات خطيرة جدا في الساعات الأخيرة. جيش الاحتلال بيوجهوا ضربات غير مسبوقة ضد الشعب اللبناني. بمجرد إعلان الهدنة بدأ السعار الرهيب وهجمات على أهلنا وناسنا في لبنان بطريقة وحشية جدا. أكثر من 254 شهيد ارتقوا إلى الآن في لبنان. ضربات على الشعب اللبناني في بيروت وفي عدة مدن. مشهد جنوني بعد إعلان ترامب الهدنة أسبوعين، والتي أكدت إيران وأكدت باكستان أنها تشمل لبنان. هو قال لا، لبنان برا الحكاية. منذ قليل إيران أعلنت تعليق مشاركتها في المفاوضات اللي هتبدأ يوم الجمعة وإغلاق مضيق هرمز إذا لم يتوقف قصف لبنان فورا. وهيئة البث الإسرائيلية بتعلن أننا لم نكن نعلم. خليني أقولها لك نصا عشان الصيغة حقيقة ملزقة بشكل كبير جدا. هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار وفوجئنا بقرار ترامب وتم إبلاغنا عندما كانت كل التفاصيل جاهزة. ألا لعنة الله على الظالمين. الصين تفرض مناطق حظر بحرية لمدة 40 يوم لأول مرة في التاريخ. اتخذت بيجين خطوة غير معتادة بحجز مساحات شاسعة من المجال الجوي قبالة سواحلها لمدة 40 يوم دون تقديم